السلام عليكم. موضوع الحلقة دي غريب جدا، له علاقة بالرمل. الرمل اللي موجود في الصحراء وتحديدا صحراء المملكة العربية السعودية، واعتقد ان انت طول ما انت ماشي في السعودية ما بتشوفش اكتر من الصحراء والرمل. لكن اللي يمكن حضرتك ما تعرفوش ان السعودية والامارات هم من اكبر الدول المستوردة للرمل على مستوى العالم. وطبقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة فالعالم أصلا بيستخدم كله 50 مليار طن سنويا، ودي ثاني أكبر مادة صلبة بيتم استخدامها على مستوى العالم بعد المية. وبتحذر الأمم المتحدة من أزمة رمل عالمية. لو عاوز تعرف تفاصيل ليه المملكة العربية السعودية رغم أن أراضيها كلها صحراوية فعلا بتستورد رمل بمليارات الدولارات، وبتستورده من مين؟ بتستورد من استراليا. تخيل أن الرمل بيسافر المسافة دي كلها من استراليا للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات علشان يتم استخدامه في البناء، وده لأن الرمل السعودي مش نافع معاهم. تعال أفهم حضرتك إيه أزمة الرمل اللي العالم داخل عليها. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضرتك في حلقه جديده من حلقات الخلاصه مع وائل، وانا وائل النجار. حلقه مهمه جدا. لو اول مره تشوف الخلاصه شرفني بالاشتراك على قناه اليوتيوب باسم وائل النجار، وتابعني على كل منصات السوشيال ميديا باسم وائل النجار. تعال ادخل حضرتك معايا في تفاصيل حكايه غريبه جدا. ارض زي ارض المملكه العربيه السعوديه اللي بتتميز اصلا بانها صحراويه يعني عدد لا نهائي من الرمل. اهو الرمل ده كله بقى بيترمي، والمملكه العربيه السعوديه اضطرت ان هي فعلا تستورد رمل من استراليا. طبعا اللي راح السعوديه وسافر هناك ما بين المدن ومشي على الطرق عارف كويس يعني ايه الصحراء السعوديه. مساحه كبيره جدا وكميه هائله من الرمال السعوديه موجوده على الارض، لكن مع الاسف الرمل السعودي ده ما ينفعش في البناء نهائيا. الرمل اللي حضرتك بتشوفه وانت ماشي في السعوديه في الصحراء السعوديه ده رمل تم تكوينه على مدار الاف السنين بسبب الرياح، انتقل من مكان لمكان، وبالسبب ده اصبح الرمل ده هش ضعيف جدا ومستدير مش خشن وعامل زي بودره الاطفال، وده طبعا مخليه للاسف لا يصلح للبناء، لان الرمله المفروض اللي بتستخدم في البناء لازم تكون رمله خشنه شويه، وده عشان يعني لما تختلط مع الاسمنت والميه تمسك في نفسها وتشد وتبقى ناشفه. اما الرمل السعودي الخفيف المستدير لو دخلته في الخلطه بتاعه الاسمنت والميه هيبقى كانك حاطط ميه في ايديك كده، ملوش اي لازمه. وطبعا مع اقامه مشاريع عمرانيه كبيره في المملكه العربيه السعوديه واللي ماشيه بسرعه الصاروخ زي نيوم اللي على البحر الاحمر، فالبلد اصبحت محتاجه لكميات رمل كبيره جدا ومش طبيعيه. بس الرمل السعودي مش نافع، لازم يكون الرمل بمواصفات قياسيه. يعني ايه مواصفات قياسيه؟ يعني الرمل السعودي مش هينفع في البناء، فاضطرت السعوديه تخيل تلجأ للصين واستراليا وبلجيكا علشان تستورد منهم رمل. يعني برج دبي اطول برج في العالم اللي استخدم الرمل علشان يتم البناء بيه واجه نفس المشكله دي، فاضطرت دوله الامارات ان هي تتفق اتفاقيه مع استراليا. الاتفاقيه بتنص على استيراد الرمل، يعني الرمل سافر اكتر من 10,000 كيلو من استراليا علشان يتم تشييد بيه برج دبي. والحقيقه ان ازمه استيراد الرمل دي مش ازمه تخص فقط المملكه العربيه السعوديه أو دولة الإمارات أو حتى منطقتنا. ده في تقرير طالع لمنظمة الأمم المتحدة بيقول إن العالم بيستهلك 50 مليار طن من الرمل سنويا، وبكده يعتبر الرمل ده تاني أكبر مادة صلبة بيتم استهلاكها على الكرة الأرضية. وخلي بالك إن استهلاك الرمل أصله مش بس حتى علشان البناء، أو بيستخدم في صناعة الزجاج والرقائق الإلكترونية، في حماية الشواطئ، استخداماته كتير وبيتم استيراده. ولو تسمع عن منطقة جميرة، جزيرة جميرة أو نخلة جميرة، اللي راح هناك يصحح لنا الاسم، بس أهل المنطقة دي بالمعلومات بتقول إن كلها تم بنائها برمل مستورد. يعني شوف المفارقة الغريبة يا أخي والتناقض، بتستورد رمل كتير جدا علشان تبني بيه مكان هو أصلا جوه الصحراء. وطبعا على كده بقى في شركات كبيرة جدا لتجارة الرمل في الاستيراد والتصدير، وبالتالي تم استخراج كميات كبيرة جدا من الرمال بشكل عشوائي وغير منظم علشان التجارة والاحتياج في التشييد والبناء. وهنا بيجي الخطر الحقيقي، لأن في تنوع بيولوجي أنت بتعمل فيه خلل كبير جدا، وكمان كده بيدمروا شواطئ البحار والأنهار واستخدام جائر للرمل. طيب السعوديه دلوقتي عندها مشاريع انشائيه ضخمه جدا ونهضه عمرانيه، هتعمل ايه في الرمل؟ هل هتستمر في استيراد الرمل بالطريقه دي وبالتكلفه دي؟ في الحقيقه لا، لان في ابحاث كتير دلوقتي على تطوير رمل صناعي بيستخرج من تفتيت الصخور ممكن يستخدم في عملية البناء. والمملكة العربية السعودية في الحقيقة بدأت تفكر في حلول مبتكرة كتير جدا للاستغناء عن استيراد الرمل وتعويضه برمل محلي، لكن طبعا علشان ده يدخل في حيز التنفيذ انت عارف انه محتاج وقت، ولحد ما ده يحصل سفن الرمل هتفضل رايحة جاية
ما بين المملكة العربية السعودية واستراليا. وخليني أقول لحضرتك إن اللي بيحصل ده مش مجرد استيراد للرمل، لكن في تحدي كبير جدا قدام قطاع التشييد والبناء لعدم توفر الرمل الصالح للبناء. وده بيفتح سؤال كبير جدا: هل الدول فعلا هتفضل مستمرة في استيراد الرمل رغم إن هي دول أصلا صحراوية؟ ولو حد سأل حضرتك في يوم من الأيام عمرك سمعت عن دولة كلها صحراء بتستورد رمل؟ قول له السعوديه بتعمل كده من استراليا. وفي الخلاصه مع وائل فهمنا الفكره وعرفنا ايه الموضوع. ما تنساش تشرفني بالاشتراك في قناه الخلاصه مع وائل وتتابعني باسم وائل النجار علشان يوصلك الشورتس والريلز. انا اتشرفت بحضرتك. سلام.